المنتخب الذي يريد أن ينسحب عليه أن ينسحب، سوف ننظم هذه الدورة به أو بدونه. البلد هذا هو الكاف، البلد هذا هو اللي يقرر، البلد هذا راح يحتضن كأس العالم للأندية. ماشي هكذاك وصل هذا البلد لهذا المستوى هذا. لأن أمس بالإضافة لإمكانية انسحاب المغرب وهي تبقى علاش هذيك الجهة هذيك راهم ماشيين في المشاريع تاعهم، لأنه كل شيء يمشي. عندهم ناس مؤثرين في الهيئات الكروية، سواء الهيئات الإفريقية ولا العالمية، مؤثرين. وهذا واش يخصنا في هذا اليوم. فريد مصطفى مزا، أنت متابع لآخر التطورات. هناك أخبار راجت مؤخرا حول انسحاب أوغندا قبل أن يتم نفي الخبر، فضلا عن أخبار أخرى حول انسحاب الكاميرون أيضا قبل أن يتم نفي الخبر من قبل رشيد أوكالي أمس، بالإضافة لإمكانية انسحاب المغرب وهي تبقى مجرد أخبار لا أكثر ولا أقل. برأيك هل هي محاولات للتأثير على استضافة الجزائر لهذه النسخة من كأس إفريقيا للمحليين؟ لا، الناس اللي تحب تضرب الجزائر دائما تستعمل الإشاعات. تكلم على في المقدمة تاع فريد، تكلم على أنا دار مقدمة في المستوى، تكلم على لا لازم يعاودها لنا. تكلم على الإشاعات ولخص كل شيء. فريد أقول لك ربما أنا نآمن إنا بالبيانات. لو كان بيان من الفيدرالية ولا من الفيكافوت إلى الفيدرالية الجزائرية ربما راح نآمن بالخبر، لكن ما كان حتى شيء. أكيد أنه لو المنتخب الكاميروني تذكر مصطفى مزا اليوم صحفي كاميروني صرح لقناة الوطنية قال بأنه ليس هناك أي شيء رسمي، بدليل أنه الصحفي مقرب من الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم، قال لحد الآن لا يوجد أي شيء رسمي. المنتخب الكاميروني للمحليين سيكون بالجزائر يوم 12 جونفي، يعني ليلة. هي طريقة، شوف عماد، هي طريقة ضغط الفيكافوت على الفيدرالية الجزائرية ولا على الجزائر لكي يكون المنتخب تاعهم مؤمن. يعني أكيد راح يكون يريدون التأمين من السلطات الجزائرية ولا من الفيدرالية. أكيد أنه لو المنتخب الكاميروني ولا حتى الأوغندي ما يجوش للمنافسة هذه، كذا راح تكون هناك عقوبات كبيرة، 5 سنوات غياب. هذا لا أعتقد أنه المنتخب الكاميروني ولا حتى المنتخبات أخرى ما تكونش حاضرة في هذا الشأن، لأنه كل شيء يعني واجد هنا في الجزائر وكل شيء مضبوط. لهذا أقول عماد أنه الجزائر حاضرة، لما المنتخبات اللي راهي تروج ولا ربما الجهة الأخرى اللي تروج وتعطي تمد يعني دو فوس انفورماسيون على المنتخبات اللي ربما راح تغيب في هذه المنافسة، ومتأكد أنه الإشاعات تبقى إشاعات وبين الإشاعات من جاية. واضح مصطفى مزا. أمين، هل صحيح ما تنقلته وسائل الإعلام بخصوص إمكانية انسحاب بعض المنتخبات، وفي حال صح ما يتداول قانونيا كيف ستكون العقوبات في حال الانسحاب؟ طبعا شخصيا عماد أرى أن المنتخبات المذكورة التي تحدثت بعض الأخبار عن بعض المنتخبات التي ستنسحب من الشان، لا أظنها غبية لهذه الدرجة من أجل اتخاذ قرار الانسحاب. يعني هناك عقوبات قاسية ستكون في حق المنتخبات التي ستقرر الانسحاب بدون أي أسباب، والعقوبات الكل يعلمها، عقوبة ذلك المنتخب بحرمانه من المنافسة لمدة 5 سنوات. هناك هذه الأخبار يعني تبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، ولكن يمكن الاستدلال بقول العرب قديما هذا أمر دبر بليل. هذه الإشاعات يعني ليست يعني بريئة. هناك إشاعات خاصة جاءت في هذه الفترة وفي هذا الوقت بالذات قبل المنافسة بأيام قليلة. هذه الأخبار يعني شخصيا أراها تريد التأثير على تنظيم الجزائر لمنافسة الشان، ولكن يجب على الجزائر وعلى السلطات وعلى الجماهير الجزائرية أن تقدم درسا في الانضباط ودرسا في التنظيم لكل ما سولت له نفسه التأثير على تنظيم الجزائر في هذه المنافسة التي أراها كما قلت سابقا فارقة ومهمة. لكن الأمر السياسي، الأمر الدبلوماسية عندها دور كبير باش تمشي الرياضة. علاش هذيك الجهة هذيك راهم ماشيين في المشاريع تاعهم، لأنه كل شيء يمشي.
عندهم ناس مؤثرين في الهيئات الكرويه، سواء الهيئات الافريقيه ولا العالميه، مؤثرين. وهذا واش يخصنا في هذا. هاو المشكل تاعنا حنايا، حنا قاعدين نضربوا بيناتنا، هاو هذا نحي هذا، يجي هذا ينحي هذاك في الاخر، يجي الاخر ينحي 9 ولا 10، يبعث مراسله ينحيهم كيما راهم، وما كاش الناس اللي تخلف هذوك الاعضاء. يعني تشوف الناس تضارب هنايا، والناس راهي تمشي في المشاريع، والناس راهي تكبر في المنتخبات تاعها، وراهي تدي في الالقاب، وراهي تدي راهي تدير في التكوين على مستوى الفرق الوطنيه، وراهي تمشي. وحنا تشوف السياسات تاعنا ما كاش. لازم نقولها بكل صراحه، ما كاش، سواء هنايا محليا ولا حتى دوليا. اليوم المنتخب الذي يريد أن ينسحب عليه أن ينسحب، سوف ننظم هذه الدورة به أو بدونه. لذلك يا عباد لا يجب أن ننساق وراء مثل هذه الأمور. نحن في إفريقيا علينا، أنا قلتها وأكررها، علينا أن نستثمر في الرجال لنتطلع للفوز بتنظيم هذه الدورة أو تلك. عدا ذلك يا عباد، والله لو بنينا 100 ملعب مغطاة بسعة 40,000 متفرج وبمعطيات مثل قطر في إفريقيا، لو كانت قطر في إفريقيا بهذا المعطى سوف لن تفوز بدورة إفريقيا وليس كأس العالم. مصطفى، ما زال المغرب المنافس الأول ربما للجزائر على شرف الاستضافة، لكن هو نفسه الذي انسحب من تنظيم كأس إفريقيا 2015 وترك الكاف في ورطة حقيقية، والآن يترشح ويريد الاحتضان في وقت الجزائر أكثر استعدادا لهذه النسخة. أكثر استعدادا من الناحية الكولسة، ماهيش من ناحية البنية التحتية. أكيد الجزائر أكثر استعدادا من ناحية البنية التحتية. أكيد الجزائر مستعدة أكثر استعدادا من ناحية الملف قوي. أكيد اللي راح يكون راح يدرس في اللجنة. لكن من ناحية الكولسة أكيد أنه البلد هذا عنده ناس، وحتى يعني عنده المسؤول الأول في هيئة الفيفا، يعني في المجلس التنفيذي تاع الفيفا. ما نتكلمش على الكاف، عنده ناس مؤثرين ياخذوا القرار. مرة هناك 5 نائبين يعني لرئيس موتسيبي، ال5 نائبين هم مقربين من فوزي لقجة. مقربين قلت لك أنا صراحة من هذا الجانب نبقى متحفظ. علاش عماد؟ لأنه لما تتكلم لي على البلد هذا، لما تشوف أنت الجزائر من إفريقيا الشمالية، بلدين من نفس الجهة يترشحوا، يعني هنا تطرح تساؤلات ما تشوفهاش في جهة أخرى، ما تشوفهاش على سبيل المثال في الجنوب افريقيا، ما تشوفش جنوب افريقيا وبلد اخر مجاور راح يترشحوا في نفس الوقت. لكن تشوف انت الجزائر والبلد اللي تكلم عليه يترشح الى كاس في نفس الوقت، يعني هنا تبدا تطرح لماذا هذا البلد لما شاف الجزائر ترشح يوضع الملف تاعه. لا تعتقد شيخ مصطفى أن المغرب يملك خلفية مع الكاف الذي يعني المغرب رفض ربما يريد تلميع صورته؟ هو الكاف، البلد هذا هو الكاف، البلد هذا هو اللي يقرر. البلد هذا راح يحتضن كأس العالم للأندية، ماشي هكذاك وصل هذا البلد لهذا المستوى هذا، لأنه عندهم واحد كما اللي كان عندنا حنايا حجر وراء، الناس قاع طاحت عليه، نحاوه جبدوه ازاحوه. علاش؟ باسكو كان يخدم البلاد. هذه هي، حنا اللي يجي يخدم البلاد هذاك هو اللي نطيحوا عليه، هذاك هو اللي نخرجوه. حنا لو كان في 2017 ولا في 2018 ما نذكرش التاريخ، ما نذكرش السنه، ما نحيناش الناس اللي كانوا في الهيئات، لو كان اليوم الجزائر راح تكون اقوى من اللي ما كانت عليه. احنا جاء رئيس نحى بعث مراسله نحي فلان وما استخلفناهمش. ها المشكله احنا وين راهي؟ احنا لان الراجل يضرب الراجل، احنا هنا مشكلتنا هنا داخليا، هذا يضرب هذا ماشي مع هذا ما يحب هذا يكره هذا عدو تاع هذا. لكن كي تشوف نتايا الناس
في بلدان أخرى كلها مجندة من أجل هذاك الشخص، ويمدوا له كل الإمكانيات ويرافقوه ويساندوه باش يطلع للمستوى العالي. لكن حنايا تكلم لي انت تقول لي البلد هذا عنده ناس وعنده ناس نافذين هما يقرروا هما ياخذوا القرار. هذا اللي ربما هنا راح الفارق يكمن الفارق في هذا الناس هذو. انا نقول لك متحفظ، لو السلطات العليا ما تدخلش في هذا الملف، نقول لك انا اسمح لي ما راحش نمسوا بتاتا. ربما الملف تاعنا راح يقول لك باللي يخصكم الغازون ماهوش طالع مليح، غير نحيو هذا الملف هذا باسكو ما يمشيش، يسيبوا لك اي سبه. لانه لو تولي انت في الكولاسه، لو الجزائر قويه في الكولاسه راح يعاودوا يمشيوا لك الملف تاعك، يقول لك الملف تاعك او خصو هذه او فيها اجراءات او فيها هذيك، يعني يسيبوا لك عفسه. لانه علاش الناس هادو هما اسياد القرار وهما يقرروا بالكاف. وزيد كي تقول انت موتسيبي وين يروح يقول لهم بلي يروح للسنغال، يقول لهم السنغال احسن منافسه راح تكون تاع الاخر في السنغال. زيد الكاميرون احسن الاخر راح تكون في الكاميرون. هذا السيد يدير في السياسه والله ما على باله بالجزائر، والله ما على باله بالجزائر. هذا السيد يجي يدير السياسه. لو كان تقول لي انت الرئيس الفعلي في الكاف، نقول لك انفونتينو ماشي موتسيبي. انفونتينو هو اللي يقرر، ماشي موتسيبي. هو اللي دار اسمه، هو اللي حط موتسيبي. ربما لسبب واحد الانتخابات على شفتها غير في افريقيا تحدث. الى هنا يا اخواني نكون قد وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى يكون الفيديو قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الاعجاب باش يوصل الفيديو لاكبر عدد من المغاربه. كذلك ما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعليقات حول ما قاله ضيوف هذا البرنامج حول التحكم الكبير الذي اصبح يمتلكه فوزي القجع في دواليب الكاف، كذلك ما قالوا حول محاولة المغرب إفشال هذا التنظيم الشان المقبل. كذلك ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. كذلك ما تنسوش مشاركة الفيديو ورابط القناة مع الأصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. ونتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم وموضوع جديد. إلى اللقاء.